بمناسبة حفل تخرج قسم الروضات تعالوا معي اسأل المعلومات شو بميز هالقسم عن غيره. أول شي البيان معروفة ككل إنه هي مميزة. أما قسم الروضات فهو مميز بحاله وله نكهته الخاصة، يلي هو أول ما بتفوت من باب هيدا القسم بتحس بأريحية كاملة، وبتعرف إنه المعلمات كيف عم يشتغلوا بين بعض لحتى يطوروا من بعض ويتعلموا من بعض لحتى يعملوا هذا القسم مميز أكتر وأكتر وأكتر. وكمان تعاملهم مع التلاميذ يلي هو بينمي من شخصيتهم لحتى يكونوا بالمستقبل إن شاء الله فرد فعال بالمجتمع. بمناسبة حفل تخرج قسم الروضات شو بميز قسم الروضات عن غيره؟ أولاً الإدارة، التنسيق، والطاقم التعليمي أكيد. مس نانسي بمناسبة حفل تخرج قسم الروضات شو بميز هيدا القسم عن غيره؟ نحن قسمنا اللي بيميزه عن غيره انه نحن بنشتغل على بناء شخصية الطفل من كل النواحي، سواء كانت تعليمية، سلوكية، وعاطفية، ودايما نحن بنحب ننمي قدراته مع مراعاة الفروق الفردية بين كل فرد. والدليل على ذلك اللي شفتوه اليوم على المسرح اثبت للكل انه كل الاطفال صارت بتتمتع بثقة مطلقة والقدرة على مخاطبة الاخرين من خلال صعودها على المسرح. وهيدا كله أكيد يعني ما بيكمل إلا بوجود فريق عمل كامل متكامل مثل فريق عمل روضة البيان، وأكيد ما بننسى الإدارة الداعمة إلنا على طول. قسم الروضات قسم كتير مميز، واللي بيميزه أكتر شيء هو مس نانسي، لأنه مس نانسي بتجمعنا كلياتنا، بتجمع المحبة، التعاون أهم شيء بين المعلمات كلياته. بمناسبة حفل تخرج قسم الروضات شو بميز قسم الروضات عن غيره؟ قسم الروضات بتميز انه نحن كلياتنا ايد واحده، بنوقف ايد واحده مثل الاخوه. واكيد اللي بيميزه هي مس نانسي هي الدعم الكبير لنا. فبتكون معنا على المره والحلوه، فبتشجعنا، واذا في شيء غلط نحن عم نعمله ما بتجي مثلا مثل التسلط علينا او انه فبتعطينا اياها بروح الحلوه. واهم شيء اكيد في الراحه النفسيه. وما بننسى كمان استاذ الدكتور كريم الشعراني اللي بيكون معنا دائما بكل المواقف الصعبه وغير الصعبه يعني.